تتذكروا الحادثة بتاعت فرنسا، غالبا كان السنة اللي فاتت، الحادثة دي سألوا، قبضوا على بعض الناس وسألوا واحد، قالوا له انت ليه رحت للإرهاب؟ قال له أصل أبويا وأمي بعد ما خلفوني سابوني وحطوني في ملجأ لأنهم انفصلوا واتطلقوا. فيقينا ولد ما ترباش في البيت أو تربى في بيئة بهذه الطريقة بيطلع النتيجة إيه؟ هؤلاء هم الجبابرة، قال عنهم قبلها كانوا طغاة. لأن الإنسان يحتاج يا عزيزي في حياته إلى ما يسمى التهذيب. إنه في حاجة في الولد يقول كده أن التأديب يمنع الجهالة عن قلب الفتى أو الصبي. التأديب يمنع عنه الجهالة. ولد جاهل بيعمل إيه؟ بيتأدب في البيت، ربما بيحصل له نوع من مش العقوبة لكن التأديب، والتأديب أحلى كتير من العقوبة. بأدب ابني بقول له دي ما تنفعش، دي ما تحصلش، في بانش، مش هتنزل معانا، مش الحاجات الجميلة اللي بيها الولد بتوصل له أو البنت بتوصل لها رسالة. هؤلاء لم يؤدبوا، لم يتهذبوا، فصاروا جبابرة.